والنقاء والصفاء سببا لنحو الخطايا ورفع الرزايا ورفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: مبشرا المؤمنين حين الطهارة والنظافة والوضوء: ألا أدلكم على ما يمحو الله من الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال الصحابة: ولا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الغراب انظروا يا رعاكم الله إلى قيمة هذا الحديث في رفع ميزان حسنات العبد يوم القيامة، إذ جعل النظافة والطهارة وكثرة الخطى إلى المساجد وتعظيم شعيرة الصلاة من الرواتب من الأمور التي تمثل العبد أمام الله يوم القيامة، إذ يكسبه المولى عز وجل إذا حافظ على هذه الأعمال أكثر الرباط والمرادة في سبيل الله. إنكار الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فسماها أهل العلم بفضائل الأعمال. أعمال صغيرة إذا واظب عليها العبد المؤمن بلغت به درجة الكبار مع أهل التقوى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال عند حدوث موجباته وأخذ الزينة عند حضور المساجد والمجالس. فقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم من الطهر والنقاء والوضوء والغسل عند ملاقاة الناس، وذلك لاجتناب الأمراض الفتاكة التي تنتقل من إنسان إلى آخر. وما هذه النتائج العظيمة التي نعيشها جراء هذا المرض المعدي إلا نتيجة ابتعادنا عن تعالي الله عز وجل. كما حرص الإسلام على نظافة المرافق، أولا نظافة الفرد ثم نظافة المحيط، كما حرص الإسلام على نظافة المرافق العامة والخاصة من الطرقات والمدارس وأماكن العمران وعدم عرض المثاليات المبعثرة، كما حرص الإسلام على نظافة المرافق العامة والخاصة فجعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإسلام، كما أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأخبرنا بأن الجنة يعبدها الإنسان لدخولها إذا ساهم الإنسان في غرق فلكة أو في تعديل طريق أو في تنفية الأذى عن طريق المسلمين، كما صح الحديث عن ذات الرجل الذي مر في طريق فوجد غسلا يؤذي المسلمين فأطاعه وذكر الله جل وعلا فشفعه الله عز وجل وجعله من أهل
أيها الإخوة الكرام، كذلك الحفاظ على المرافق العامة وعدم التلويث فيها، وكل هذه دعوة صريحة إلى المحافظة على النظافة وعلى الصحة والتقليل من انتشار العدوى، وخاصة التحذير على أساس أيام الصيف الحارة الدقيقة. فهي هذه الطريقة تربط الإيمان بالعمل. إن الطهارة الحقيقية التي نريدها أيها المؤمنون هي نظافة العقيدة من كل ما يسلكها من ظروف الشرك بالله والتعلق بغيره، وذلك يتطلب الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الطهارة التي نلبسها هي طهارة الجسم وصيانته من الأفكار الهدامة، من الأفكار من الرجع، من أفكار الخروج والسماع. نريد طهارة الفكرية كي نبني مستقبلنا ونعمل على رفعة بلدنا، كما أنها طهارة للقلب من أمراض النفاق ومن أمراض الرياء ومن أمراض الأنانية ومن أمراض الصفات ومن أمراض الاستحواذ على ممتلكات الغير، ومن كذلك أمور تجعل الإنسان يعيش لنفسه لا يعيش لغيره. إن المؤمن الحقيقي هو الذي يقدم خدمات لمجتمعه بجيرانه، هو الذي يحافظ على هذه الطهارة التي يريدها الله عز وجل، سواء في المعاملات في البيع والشراء، من المجموعة والمكاسب المحرمة التي تأتي عن طريق الرشوة، عن طريق الربا، عن طريق المجازات، عن إنفاق غير الإسلامية. وارشدنا الله عز وجل إلى طهارة أفكارنا وقلوبنا وجوارحنا. إن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يتوب علينا، إنه يقبل الله ونعم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. المؤمنون قال الإمام أبو داود والإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل المؤمن من المسجد. عرض الله عز وجل أجور الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى من عظم ومن عظيم هذه الأجور الرجل يحاول وينكر الأذى عن طريق المسلمين وعن حقيقة المسلمين وعن مسجد المؤمنين. الرجل يخرج الحجاج من المسجد فلا يؤذي المسلمين ولا يتأذى منه المؤمنون. قال أحد الصالحين: لا أكثر الطهارة والنظافة، ولكن ما أعظمها حينما تكون في قلوبنا وحينما تكون في عقولنا. اللهم أهدنا الحسنة تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا كلنا ديننا ومصلحنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.
أكن هي تسلمت سورتيم سلام دي صليت الجمعة سريد ذاكيني دي الجماعة الشيخ رزقي شرفاوي تمدينة انتزيوزو تلمس تمدينة انتزيوزو هذه قبل ربي تظليت المؤمنين مرة عندما الآن سوطاس نتسواف أكو ذي الحسنات السجمع ذاس تمغرم تمشطوح ذا الصح ذاس تمليليث جنس المن أكو ذي المؤمنين يدونيث مرة